السلام عليكم. البودكاست النهاردة بعنوان 7 عادات هتدمر ثقتك بنفسك. عاوزاكي زي ما انت متعودة تجيبي ورقة وقلم وتجيبي مشروبك المفضل وتقعدي تسمعي معايا الكلمتين دول. أول عادة، وأنا سميتها عادة علشان هي بتتكرر على طول وكل يوم بنعملها، وهي مقارنة نفسنا بالآخرين. انك تبدأي تقارني نفسك بغيرك، تقارني مثلا شكلك بشكل واحدة تانية. ايه ده ملامحها احسن مني، ده شكلها احسن مني، ده بشرتها انضف مني، ده لبسها احسن مني. فتبدأي ان انت تدخلي في مقارنة مع حد تاني وتشوفها ان هو احسن مني، فتبدأ ثقتك بنفسك تقل جامد. انت هنا بتعملي ايه؟ انت هنا بتعملي كلام وخلاص، بتقارني وخلاص؟ لا، انت هنا بتدمري في نفسك من جوه نفسك بتتدمر وانت مش حاسه، جوه نفسك بتضعف وانت مش حاسه باي حاجه. فبتبداي تحسي بالقله والذله والاهانه وال... 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 دايما بتحسي نفسك بالفقر، وهي لا، ده انا شايفاها احسن مني بكتير، اغنى مني، افضل مني. فتبداي ان انت تحطيها من مكانها العادي الطبيعي لمكان اعلى منها، وتبداي انت تنزلي نفسك من المكان او المستوى برضو الطبيعي الى مستوى ادنى. فتبداي تقارني اسوأ ما عندك باحسن ما عند الشخص اللي انت بتقارني نفسك بيه. او تبداي ان انت تقارني شغلك بشغل حد تاني، شغلك اللي تعبت عليه وسهرت عليه الليالي وقضيتي فيه وقت طويل وحطيتي فيه مجهود جبار. فتبداي ان انت لما تيجي تعرضي شغلك وتعرض الشغل التاني قدامك، شغل حد تاني قدامك، فتبداي بقى ايه؟ المقارنه بقى. ايه ده شغلها احسن مني بكتير، ده مجهودها اكبر مني بكتير، ده اداها احسن مني بكتير. وانت اصلا تعبت قوي عبال ما طلعت الشغل ده والاداء ده. فتبداي ان انت تنزلي من مجهودك وتنزلي من ادائك وتنزلي من كل حاجه انت عملتيها. علشان ايه؟ علشان قارنتي شغلك بشغل حد تاني، في حين انك لو ما قارنتيش هتحسي لا، انا عملت اللي عليا، انا اديت كويس. وهيبدا ده على وشك الثقه بالنفس، وممكن شغلك في الاخر يتقبل بسبب ثقتك في شغلك وثقتك في نفسك. فالمقارنه ظالمه جدا للنفس. المقارنة كمان عادة بتنتقل أو بتتوارث من جيل إلى جيل. يعني أنا دلوقتي بنت وبقارن نفسي بغيري، لما أجي أكبر وأبقى أم في المستقبل، تمام، إيه اللي هيحصل؟ عيالي هياخد ده مني. ايه ده ابن خالتك احسن منك، ده جاب درجة احسن منك. فتبدأ ان انتي تربي جواهم الحقد والغل من بعضهم، ما يحبش ابن خالته ابدا، ما يحبش صديقه ابدا. ليه؟ لان ابن خالته، لانه مامته اللي هي مصدر الامان فضلته عن فضلت ابن خالته عنه، فضلت صديقه عنه. فبالتالي ما بقاش يحب نفسه. ليه؟ لان مامته كرهته في نفسه، مامته قارنته بغيره. فلا، ده مامتي بتحب صديقة اكتر مني، ده مامتي بتحب ابن خالتي اكتر مني. فتبدأي ان انت ايه؟ تربي جواهم حتة الحقد والغل والكره لغيرهم. ده مرفوض تماما، ده مرفوض ان انا اعمله. وبالتالي كمان يبدأ بقى هو نفسه برضو يقارن نفسه، لما يكبر يقارن نفسه بغيره، فيبدأ يقارن نفسه بحد تاني وشغل حد تاني وأداء حد تاني، زي ما انت كنت بتعمله بالظبط هيعمل. مش بس كده، انت كمان ممكن تقارني جوزك بغيره وتخربي على بيتك. فتبدأي ان انت ايه مثلا؟ لا، ده شوف جاب لها كذا، ده جاب لها شقة كذا، ده جاب لها الذهب الفلاني، وانت مش عارف بس تجيب لي وردة، مش عارف تجيب لي علبة شوكولاتة، مش عارف تجيب لي ابصر ايه. فده شوف ده مهنيها، ده بيسعدها، ده كذا ده كذا ده كذا. فتبدأ ان انت تدخلي جوزك في مقارنة مع حد اصلا ما يعرفوش، ويبدأ ان هو يدخل في مقارنة مع حد تاني، فيحس بالقلة، يحس ان هو مش راجل، يحس ان هو مش قدها. فتبدأ ايه؟ يبدأ بقى الخناق والزعيق والخراب والفراق، وكل ده بيحصل بسبب برضو المقارنة. فانا قلتلك كل الكلام ده ليه؟ علشان تشيلي كلمة المقارنة دي من قاموسك. عايزة تقارني نفسك، قارني نفسك بنفسك، نفسك زمان بنفسك دلوقتي بس. ما تقارنيش نفسك بحد تاني ابدا. وحتى لو حد التاني ده شغله احسن من شغلك او شكله احسن من شكلك، خلاص، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم ارزقني كما رزقت عبدك، اللهم لا حسب بل غبت فقط. بس وما تدخليش بقى نفسك في مقارنة مع حد تاني، ودايما اذكري ربنا. علشان ايه؟ علشان ما تحسديش حد. تاني عادة، وهي انك تحطي مهام لنفسك وما تنفذيهاش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايزة اعمل كذا، عايزة ادرس، عايزة مثلا اذاكر الصفحة كذا كذا، عاوزة مثلا ان انا اروح المكان الفلاني كده. فتبدأ ان انت ايه؟ ما تنفذيش المهام دي. ايه ده؟ ما نفذتهاش.
فبالتالي نفسك بعد كده لما تيجي تعملي حاجة تانية، ايه ده، هو انت بترسمي خطة؟ صدقيني مش هنعملها. صدقيني احنا دايما اصلا نبدأ في الخطة وما نعملهاش. دايما مثلا نقول هنذاكر وبنذاكر وبنخوض نص الطريق وخلاص وما بنستمرش. صدقيني انت مش هتستمري في الحاجة دي، ما تعمليهاش. صدقيني انت فنفسك خلاص، نفسك صدقت عنك ان انت بترسمي خطة وما بتنفذيهاش. ممكن تعملي مهمة 2 وما بتكمليش المهام التانية، ممكن تعملي نص المهمة وما بتكمليش الطريق. فنفسك خلاص خدت عليكي انك ما بتستمريش في حاجة. فلا، انتي تعيدي برمجة مخك من اول وجديد وتعرفي نفسك من اول وجديد انك لا، انا هكمل الحاجة دي، انا هوعد نفسي بحاجة دي وكمان هوفي بالوعد ده. انا هرسم الخطة دي وفعلا هعمل المهام كلها ومش همشي بس نص الطريق بس، لا ده انا هكمل وهعمل كل اللي انا عاوزاه. فتبدأ اني لا، ثقتك بنفسك بقى تزيد تاني. لا ده انتي لما بتيجي تعملي المهام تستمر فيها. ده انت لما بتيجي مثلا تعملي خطة بتمشي عليها. ده انت لما بتيجي مثلا تأدي مهمة بتكمليها على اكمل وجه وبتأتقنيها. فخلاص بقى نفسك عارفة ان انت ايه، ان انت لما بتيجي تخشي اي حاجة بتخلصيها وبتأتقنيها وبتكمليها والدنيا بتبقى فل. فدي حاجة مهمة لازم نعملها مع نفسنا. تالت حاجة وهي انك ما تشتغليش على نفسك ولا على اهدافك ولا على شكلك ولا على اي حاجة. فتبدأي طول النهار سكرول 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 على الموبايل وخلاص، وما بعملش اي حاجة في حياتي، باكل وبشرب وبنام وبس، هو ده اللي انا بعمله. بس ما اشتغلتش مثلا على شكلي انا مثلا بدينة، لا احاول ان انا اخس شوية، احاول ان انا احسن من نفسي. فبالتالي ما اكرهش نفسي. انا لو حاسه نفسي ان انا لا ده انا تخينه قوي، ده انا شكلي وحش قوي، فهكره نفسي. اشوف بنات كويسه كتير وبنات حلوه كتير، لا هبدا ان انا اكره نفسي. ليه؟ لاني انا بدين عنهم، لاني انا شكلي وحش عنهم. فليه ما اخس واحسن من شكلي واحسن من مظهري الخارجي؟ هبدا ان انا اكتسب ثقه بنفسي وهبدا ان انا احب نفسي. فدي اول حاجه، ان انا اشتغل على نفسي واشتغل على شكلي ومظهري الخارجي، لان ده مهم جدا. مهم جدا في الحياه العمليه، مهم جدا في الحياه الاجتماعيه، مهم جدا مهم جدا ان انا اكون شكلي حلو، شكلي الظاهر قدام الناس، لا انا شكلي جميل، انا واثقه من نفسي. وده ينعكس على ثقتي بنفسي قدام الناس. ده الانسانه دي واثقه من نفسها. جايبه الثقه دي منين؟ جايبه الثقه دي من حاجات كتير هي اشتغلت عليها. وطبعا مش على شكلك بس، عاوزاكي برضو تشتغلي على من جواكي، تشتغلي على روحك، تشتغلي على عقلك، تزودي نفسك معلومات كل يوم، تشتغلي على دينك انك تتثقفي دينيا اكتر، تشتغلي مثلا على العلاقات، انك تقرأي كتب على العلاقات، تقرأي اكتر عن مثلا علم النفس، تفهمي اكتر عن نفسك. فالحاجات دي برضو بتزود ثقتك بنفسك، وانك برضو تطلعي الحياة العملية والواقع اللي احنا عايشينه ده، تخوضي شوية تجارب كده، لان شوية التجارب دول هيخلوكي ايه، هيخلوا ثقتك بنفسك كويسة. ليه؟ لانك لما تتعرضي لمواقف والمواقف دي تكون رد فعلك تجاهها شجاع، ما تخافيش منها، وقتها ثقتك بنفسك ايه، هتعلى. ليه؟ لان لا انا ما بخافش، انا بقدر اخد حقي، انا بقدر اتعامل مع الناس دي، بقدر اتعامل مع الاشكال دول، بقدر اتعامل وامشي في الحياة واخد المعارك والكلام ده كله بقدر اعمله. فانا مش ضعيفة، انا بقدر اخد حقي كويس ومش محتاجة حد يجيب لي حقي. فدي برضو نقطة كويسة. رابع حاجة، ما تشتكيش. هفضل اقولك 20 مرة ما تشتكيش، ما تعيشيش دور الضحية. ما بقاش كل همك انك تجلبي استعطاف الناس ليكي. صدقوني هيشوفوكي مجرد واحدة ضعيفة مش قادرة تلبي احتياجاتها، مش قادرة تمشي حياتها، ملهاش اي 60 لازمة. صدقيني والله اللي بيعيش دور الضحية ده يعني ايه، الناس بتبصله نظرة شفقة، يلا بتشفق عليه، شبه كده الشحات كده. فانت حابه ان انت تقولي شبه الشحات، فما تشتكيش، ما تلوميش الظروف، ما تلوميش الناس، ما تلوميش الدنيا. عاوزاكي تتحملي مسؤوليه حياتك بالكامل، تبقي مسؤولة دايما عن حياتك، مسؤولة عن قراراتك، مسؤولة عن شكل حياتك، مسؤولة عن كل حاجة في حياتك. تقدري انتي كبنت دلوقتي مسؤولة مثلا عن دراسته كده، ولما تيجي تتجوزي مسؤولة عن بيت راجل.
حتى اقرب الناس ليكي، تيجي مامتك تقولك والله بكره تفتحي بيت والبيت يخرب وابصر يا اللي يحصل فيه، لا، قولي لنفسك انا قدها، انا قد ان انا افتح بيت، وقد ان انا اتحمل مسؤوليه راجل، وقد ان انا اتحمل مسؤوليه عيالي، انا قد ده وانا هعمل ده وهطلع افضل ما عندي في ده. واعرفي ان الحياة تحدياتها كتير وعواقبها كتير وكلنا بنقع وبنقوم، بس اهم حاجة اننا نتحمل ده ونبقى مسؤولين عن ده، ومنفضلش نشتكي، وان نعرف ان هي فترة وهتعدي. الفترة اللي هي، وحتى ربنا وعدنا بده، ان مع العسر يسرا، فهي الفترة الصعبة اللي احنا بنمر بيها عارفين ان هي هتعدي، لازم نقنع نفسنا ان هي هتعدي، ومفضلش بقى اشتكي للناس واشتكي من العيشة ومن الظروف والحقوا والحقوني وانجدوني والكلام ده كله. انا حاطه هدف في دماغي، عاوز اوصل للهدف ده، اعرف ان الهدف ده فيه تحديات كتير وعواقب كتير وهقع كتير، فما استسلمش ابدا للظروف، وما استسلمش ابدا للحياه، وما اشتكيش. محدش قالك روحي للهدف ده، محدش قالك يبقى عندك الهدف ده، لا، انت اللي رسمت الهدف ورسمت الخطه ورسمت الطريق، وتحملي بقى مشقه الطريق. مفيش كده حاجه كده من غير معاناه، لا، لازم تدفعي الثمن، تدفعي ثمن الحاجه دي من ألم ومعاناة ووجع. لازم تتحملي مسؤولية نفسك عشان حتى تكتسبي شخصية حلوة، وتصبري وتتحملي، تصبري وتتحملي مثلا عيالك وصرخهم وقرفهم مثلا، هما مش قرف على فكرة، هما نعمة. تحملي برضو جوزك، وتحملي برضو عصبيته شوية، وتحملي بيتك وتشيلي بيتك، وتبقي مسؤولة عنه، وتبقي مسؤولة عن حياتك، علشان تيجي في اخر المطاف كده تبقي واثقة من نفسك، واثقة ايه ده انا انشأت جيل ما شاء الله عليه، تبارك الرحمن، كل اللي يشوفه يسمي اسم الله عليه، وقولوا يسلم اللي رباه. تيجي مثلا ايه ده انا الحمد لله بيتي عمران، ده الحمد لله حياتي عمرانة، ده الحمد لله ما سألتش حد واستعفيت وعفيت نفسي، وما سألتش حد اي حد لقمة ولا اهتمام ولا استعطاف، لا، انا الحب اديته لنفسي والاهتمام اديته لنفسي، وتحملت مسؤولية نفسي. ففي اخر المطاف كده لا، الانسانة دي خلاص واثقة من نفسها، مش واثقة من نفسها وبس، الانسانة دي يعني المفروض يتلبس لها تاج كده، يتلبس لها تاج على اللي هي عملته. خامس حاجة وهي التسويف، انك تسوفي كل حاجة لبعدين، وتأجلي كل حاجة لبعدين، لا دي بكرة انا هعملها، لا دي السنة الجاية انا هعملها، لا دي الساعة 7 انا هعملها، لا، ما تأجليش اي حاجة لبعدين علشان المهمة تتراكمش عليكي. اي مهمة انت عاوزة تعمليها حطيها في امر الواقع، واشتغلي عليها وخلصيها واتقنيها، علشان ايه؟ علشان ما تتراكمش عليكي المهام، وفي نفس الوقت تكسبي ثقة بنفسك، وتقدري ان انت تنجزي نفسك وتنجزي حياتك. رقم 6 وهي التفكير السلبي، انك تصدق اي تفكير سلبي يجيلك فكرة سلبية تفضلي تصدقيها وتقتنعي بيها وتدخليها حياتك وتتفاعلي معاها وتمشيها في حياتك، وبالتالي حياتك هتقف بقى ليه؟ لانك صدقتي التفكير السلبي اللي جالك. فانا عاوزاكي دي فترة وهتعدي، التفكير السلبي شوية جم بسبب ضغط وبسبب شوية احباط كده، هما هيروحوا لوحدهم، مش مهم ان انا اتفاعل معاه، مش مهم ان انا اقتنع بيه، مش مهم الحاجات دي خالص، واستبدله بقى بتفكير ايجابي. لا ان شاء الله لعله خير، ان شاء الله هتعدي، ان شاء الله فتره وهتعدي وخلاص، ما فيهاش اي حاجه، ان شاء الله هوصل للمكانه الفلانيه، ولازم اؤمن بنفسي، ولازم اكون واثقه من نفسي، والله هوصل للحاجه دي وان شاء الله هعملها، وانا برسم طريق وبمشي على الخطه اللي انا عاملاها وهوصل للحاجه دي، وان شاء الله ربنا معايا. وتدعي بقى، وقتها الايجابيه هتملى حياتك كلها، حتى لو البيئة اللي حواليكي مش إيجابية، خليك انت إيجابية مع نفسك عشان تعيشي. عشان الإنسان السلبي ده بياكل في روحه أول بأول، تحس ان روحه بتتاكل أول بأول، فانت ترضي ان روحك تتاكل، ترضي ان روحك تنطفي، ترضي انك تبقي إنسانة خلاص شبه القفل، ترضي انك تعيشي حياتك كلها تعيسة، لا، ما ترضهوش على نفسك. يبقى دايما حوطي نفسك بالايجاب والتفكير الايجابي، ويفتكري دايما ان ربنا قال دايما ربنا بيبشرنا في القرآن الكريم، ودايما بيبقى فيه بشرى، ودايما بيبقى فيه لعله خير، ودايما بيبقى فيه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، فدايما في الحاجات دي، فدايما حوطي نفسك بالايجاب، طول ما في رب انا تمام. رقم 7 وهي ان
ما يبقاش ليه رأي. كل من هب ودب يدخل حياتي عادي، يحط رأيه في حياتي عادي، ومشي لي حياتي عادي، ما يبقاش ليه اي رأي، اي شخصية، اي نقد، اي حاجة، مفيش. كله بيدخل في كله، وكله بيتكلم على كله، وكله بيبلطش في كله. بمعنى ان دي دخلت رأيها في حياتي، مثلا لبست حاجة عجباني جدا واثقة ان هي شكلها حلو، لا ده شكلك وحش جدا، فاروح قلعاها. طب ليه؟ طب ما انتي كنت مقتنعة بيها، تقلعيها ليه؟ مثلا موضة، وموضة وحشة وسيئة جدا، تمشي وراها عادي. تخلي حد مثلا يختار مثلا ديكور شقتك عادي، ما تختارهوش انتي لنفسك، لا. تخلي لا، لا انتي مثلا كنت مختارة مثلا ديكور لشقتك كويس او لون لشقتك كويس، فتيجي تاخدي رأي واحدة صاحبتك فتقولك لا 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 والله شكله وحش صدقيني وكده. طب ماشي، ده ذوقها، ده ذوقها، فعشان كده قالت لك شكله وحش. انت المفروض تحط بصمتك في الحاجه. انت الشقه دي انت اللي هتعيشي فيها، فالمفروض تحط بصمتك فيها. ما تبقيش تخلي كل من هب ودب ويجي يحط رايه فيها. عجبك مثلا حاجه في اي مكان، اكسسوارات معينه بتاع، فتقولك لا 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 الورود دي شكلها قديم، الورود دي حاجه تقليديه، ملكيش دعوه. انت خليكي بس في نفسك، انت خليكي بس في نفسك، اختاري الحاجه اللي انت عاوزاها، فدي بصمتك. فما تجيش انت بقى تلغي بصمتك. اللبس ده عاجبك البسيه، الاكسسوارات ده عاجبك وشايفه ان هي جميله وهتخلي اللبس حلو، هاتيها. ما تمشيش مع الموضه، ما تمشيش مع راي حد. ما فيش مشكله ان انت تاخدي مثلا راي حد في حياتك، في لبسك، في شخصيتك، تمام، بس مش بشكل يلغي شخصيتك، مش بشكل يلغي بصمتك، لا، مش بشكل يأثر على ده. بس دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد باذن الله. وما تنسوش تكتبوا في الكومنت عاوزين الحلقه المره الجايه عن ايه. سلام.